سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كتاب ما كنز الراغب، كتاب جلال محلي، شرح منهاج النووية، بحث مجي بحث كتاب النكاح في أركان النكاح وخيرها، فصل في أركان النكاح وخيرها، بحث ركن النكاح وغيره والله كاتشر بجاج مرة. فصل إنما يصح النكاح بإيجاب، ancak صحيح النكاح بإيجابه، يعني أبيا موجب تشتكي بيجا كوفاي من داته يا ملتا نكاح كري يا ملتا زوجان وهو أو إيجاب شيء أب زوجتك ملتا زوجان أو أنكحتك يا ملتا دار نكاح كري زوجتك بتننا بقرب زوجتك فلانت أو بي وي أنا ويجي بيجا أبي أنا ويجي بيجا إلى آخره. طبي حياة أمانة وحياة باشية بيجا زوجتك فلان. يا زوجتك أنكحتك أبي لفظ إيجابي. تمام. وقبول ما قرأ إيجاب وقبول تبابا أو شيء بأن يقول الزوج إيجا أو ميرك بيجا زافا بيجا تزوجت أو نكحت أزوج بيرا ومن نكاحك مال إلى آخره. أو دبي متزوجا أو دبي تزوجت مش زواج قبولك أو صدقة مش زواج قبول كله بله يجب النكاح زواج فلان كسر من قبولك يا من نكاح أو قبول كله بله أوجي إلى آخره. قيسة طيب فلان كسر سلم على مصر أو بالشهادية ما شاء أو قبلت نكاحها هذا بكو بيجا شنو تزوجت يا نكحت بيجا قبلت نكاحها من نكاحها وقبول كده. زوجتك وجبي قبلت زواجها وياخذ قبلت نكاحها نكحتك قبلت نكاحها أو تزوجت أو تزويجها يا نكاحها ويا تزويجها وين قبول كده. قبلت نكاحها قبلت تزويجها ملي أو هذا النكاح أو هذا النكاح أو هذا النكاح يجي من قبول كده في نكاحها هاني ملي. إجا والنكاح هنا بمعنى الإنكاح. النكاح تفرض بمعنى إنكاح. إنكاح بمعنى شو نالمين نوصل نكاح بمعنى إنكاح نكاح كرن أو لازم يعني إنكاح إسا دانا نكاح كرن إنكاح كرن يعني يكون دا نكاح كرن يكون نكاح ناك خلقي دا نكاح إيه تمام. إجاكو أبيا النكاح ببيجا زافا نكاح نكحتك أو جبيجا قبلت النكاح إيه؟ يعني إنكاح مقبول يعني أو كتب من دا نكاح كرني أو دان إنكاح كرنا تم قبول وين إنكاح كلنا تم قبول كل بلى لا ما أدري بمعنى ليوافق الإجابة نجيبوا أو إجابة ببنيك ماله أو بأنكحتك أو جيبي قبلت النكاح أول يبي قبلت الإنكاح يبي النكاح بمعنى إنكاح تمام. قبلت بيجا كان قبلت إنكاح بيجا كو نكاح بيجا بمعنى إنكاح بمعنى إنكاح. تمام. ويصح تقديم لفظ الزوجي على لفظ الولي، يعني ما قول أبيات بين من زوجان لتا نكاح كر لتا أو يقول من قبول كر نكاح يا تزويجه إجا أبيات بكو بري بيجا أبيات بي قبلت نكاحها وتزويجها أو يبيجي نكحت و أنكحت وتزوجت، يعني بري زافا بيجا ده بيضا ولي بيجا ده لفظ الولي يجي دتشي في تزوجت ونكحت يعني كوفيات قلت تزوجت ونكحت إجا أو بيجا زافا بري بيجا. تقدم لفظ الزوج على لفظ الولي ها في تزوجت ونكحت. تزوجت ونكحت ده أبيا بري بيجا يعني بري ولي نبيش. وكذا قبلتج بري بيجا دبا كما صرح به الشيخان رافعي ونووينا في مبحث التوكيل دبعث وكالة إذا قوتنا دبا بري زافا بيجا دانك تيزولا تقديم قبول لسر إيجابي درسته قلت يا اللفظ
تزوجتو نكحتو قبلتو. ماله لحصول المقصود مع التقدم كتأخر. شو بلي ولي بقوطة دبايدا زابا بقوطة مقصود حاصل دبو كو بلي زابا ببيجا و دبايدا ولي ببيجا اوجي مقصود حاصل دبا يعني عقد نكاحي شي دبا. ولا يصح النكاح إلا باللفظ التزويجي أو النكاحي. يعني قال أول لفظي هاني يعني يك يغاش بالخد رابع وقف بازارك تشكي بيجا نابع شما لأن القرآن ورد بهما باللفظ التزويج ونكاحي القرآن وارد بها فيقتصر عليهما برا أوجي يعني بغيرش لفظ التزويج والنكاحي باشقى اللفظ كده نابع تزويج برا أوجي يعني قصر بكر لسربان هردو لفظ يعني فلا يصح. إذا مثلا مرد من معركة أو معرشي يعني نه معنى نكاحي وياخدها هم فيجن دايناك وهم في رجع داتك تبيستم تعب بي أو دبت بقى أنا بيجا بالعجمية ورد بيجا دبيجا واتي مع غيرها السيدة مهر شكو دي دايم بيرك مهر أوه كرا نكاح بيجا متى إنكاح كر يا تزويج كر وصاب مثلا مقيدة فرنكاسيا زبكيلة فرنكاسيا مقيدة ويلتا إنكاح وتزويج كر أو بيجا من نكاح وزواج بيش كلا قبول كر أو صاب يعني كمرد بيجا معرض إيه قارشي طرف أو تزويج يعني كمرد بيجا معرض غلام مثلا إيه قارشي طرف زانا هو معرض تبرينه كنت بيجي إنكاح وتزويج شو أو زانا إنكاح شيء وتزويج شيء. أبد فلا يصح بلفظ الإباحة أو الإحلال من قيزا قلت حلال كر يا من قيزا قلت ذكر ببيجا نابا بله ويصح بمعنى اللفظين إجا درسته بمعنى هردو لفظة بالعجمية بزمانه كي خير عربي جوارا قوتن دبا وإن أحسن العاقد العربية شاندي أبيكو يعني عاقد أبيكو جرد ده يعني مثلا شو وليد بات شو زابا دبا عقد نكاحي بكا يعني نكاح ملك وجنك بهذا عقد بهذا زلقنا ولو عربي زانب بشي وليد با زوج دبا بشاشي بعجمي دبا في الأصح قولي أصح ده أم ذي مداته بالجناني مثلا ذي بجنيا أو بالجناني أو كا تزوجتويا يعني أو نكحتويا في الأصح اعتبارا بالمعنى شكي اعتبار بالمعنى يتكرن باللفظة نايكرن لفظة واناك وقت ولا ترجمة كرن دبا. والثاني قولي الثاني قلت لا نابا شخيلي أنكحتو تزوجتو نابا اعتبارا باللفظ الوارد لفظ القرآن الوارد بكرا أو با. فمن لم يحسنه جاك النكار با القولي بقول الثاني نكار با عربي نظانة خش بخوينة نظانة تلفظ بكبه يصبر إلى أن يتعلم هو أو الصبر بك حتى عربيهم بك أو يوكل يا أو وكيل عربيهم بكاننا حتى فانك في لفظيهم بك لفظ تزوجتو قبلتوين ياجي أو وكيل كيش قابلنا. والثالث قول السياق إن أحسنه لم يصح بخيره. إجا قول الثالث قلت أجر عربي خشك زامبا تلفظ بك غير عربي نصحيحة وإلا أجر عربي نظام خش تلفظ بك صحة بعجمي جدا لعجزه شبالك عاجزة يعني عن التلفظ بالعربية دي. وقطع بعضهم بالشق الأولي هنقا قطعي قوتية قولي أولي يعني عربي زان بنظام با كاره عجمي يعني ويصعو بالعجمية في الأصح قولي تمام. وبعضهم بالثاني هنقا جي قول الثاني قلت يعني إلا غير عربي لا يسوي اعتبارا باللفظ الواردي في القرآن. والمراد بالعجمية ما عدا العربية مقصود عجمية ما عدا العربية. والمسألة يعني بتركي جدبا خير عربية وخير عربية تب إنجليزي جدبا. والمسألة فيما إذا فيما كل بلدية نابا واشترى فيشم نت فيشم
ازرام ام او كده غايته كده الشريعه بيقولون ام لنا الشريعه يعني الغوينه تشتي كنا شعبي وخبوي وساكريه كلمه الشريعه رأوا يقولون وهنك كلمه يش خد نعوذ بالله تشجي من ازرام والمسألة فيما إذا فهم كل من العاقدين كلام الآخر مسألة أبا إذا فهم كل من العاقدين كلام الآخر يعني شو وليد به مسألة عند بين مع جميع دبا آه أبيا إذا فهم كل من العاقدين كلام الآخر طبعا يعني ولي او زوج جرى هردوش قوتنا فعم بكن زوج ببيج جي فعم بك كوفاي ولي دبي مقيزا خو لتن نكاح كير بزمانك غير عربي و ولي جي جرى فعم بك كوفاي زوج دبي من زواج قيزة قبول كير عندي بزمانك غير عربي فإن لم يفهمه أجرك جاء فعم لك هي كجوان وأخبره ثقة بمعناها بمعناه يكي جملر رابع ترجمة بكيفية معنوي أبا ففي الصحة هنا بناء على الصحة هناك وجهاني ده صحة فرادا وكا صحة جوري كما يقول عربي نزانه دو وجهانه هنگا قوتية دبا هنگا قوتية نو زانه ديبو صحة جوري چمو بعربي زانه بجي بعجمي دبا تمام يا دفدا جيبو يكي اعتبارلي بمعنى كلمة معنى لفظي ببيجة وان لفظان شفترا ببيجة أبيا نكا كود وردا مادام صحيح دفدا صحيح مالي لا بكناية أو نحو بكنايات نقول بعجمي دبا أما أمان هذا لفظان ويصح ولا يصح إلا بلفظ التدويس أو النكاح ويصح بالعجمية لا بكناية تمام يعني أبان هذا اللفظة بكناية إفادة بكنار نحو أحللتك ابنتي فلا يصح بها النكاح من حلال كالقيزة خولته أبيات شنابه نكاح أوي صحيح نابه ببيا مالي نتبع عني في الأدباء مالي قطعا كسين دمك دبا مالي بخلاف البيعي بيع نوصى بكناية جيت بيع شما لأنها لابد فيها من النية لأنها شنكي نكاح أظن ألو لأنها بيع سيدا بيع شما بيع ما لسه بيع قالت إذا النية كلها بقول لا بكناية كناية نابة شما نابة الكناية هذا لأن هذه كناية لا بد فيها من نية دبي من هذا شلي دبيكي بكناية نابة شما بكناية نابة دبي كبيجا أحللتك بنتي نابة أما بيجا ما في مالك قلت حلال كرد دبي شما لأنها كناية لا بد فيها كناية من النية كرن يتبع والشهود شاهد قرأت والشهود شرط في صحة النكاح كما سيأتي ولا اطلاع علام على النية اطلاع شهادة سنية تنجم بكنايتنا بكناية نابة يعني مثلا دبيعينا هما النيتاوي هذا يتليه أما دبردا لأنها لا بد فيها من النية يعني دشلا زمان بخلاف البيعي كناية النكاح إذا نابة قتلي نابة بخلاف البيعي دبه كما نابة لأن كناية لا بد فيها الكناية إذا قرن يتبه قرن يتبه لفظ نصريحة والشهود شرط في صحة النكاح نجد أتشهد شهادة النكاح ده شهادة شرط بكي كشهادة شرط كما سيأتي ولا اطلاع على الشهادة على نيتي الشهادة نيتي نظامي جبلوي نابة يعني كل بيت مقول جبلوي نابة يعني جرى ظاهر به برشع بابه وشالي نيبه عبارة صريح بعبارة كنايتي لفظ كنايتي نكاح في نكاح نابة أظن جاجيه كيس كه يعني تلفون أخو بقرأ وفك دنجة تيجرتنا تقليد من جانا بس يا سيدي خد ايش كم يوم تمام
ولو قال الولي اگر ولي بيجا زوجتك اب احلالتك چه ما كناية لينزان يعني دبي ملتا حلال كر يعني إيه مقيزة قلت حلال كلمة ناي معنوي إيه يعني دبجناتا نوصا يا وي معني نينا هكو بيب ملتا حلال كر كلمة حلال كرني دبي نكاح به وكو ملتا حلال كر يعني كو ننكاح به يعني كو حلال كر يعني خسر خدمت يعني يعني إلى النكاح نعم ليه؟ لا يعني اشترى خدمتك يمكن حلال لكم مثلا بيجد جواب بيجد ويقول ترى ولو قال الولي زوجتك إلى آخره زوجتك ابنتي بالشهود الشاهدين وسائلا فقال الزوج قبلت زوجتك بنتي فلانة أو بيجد يعني أو دريش بيجد أما فقال الزوج إلى آخره نبي حتى داوية مثلا فلان كسر قيزان من بيجد طبعا يعني أظن عفوا ولي شرط نكاح تبي بيجد أما الزوج دبي قبلت التنب مقتصر عليها ما قبول كده لم ينعقد بذلك النكاح بمياه عقد نايق على المذهب سنة زي شما لانتفاء التصريح في القبول بأحد اللفظين شنكي قبول دا أو تصريح يكشف هذا اللفظة كن من قبول كر نكاح يا تزويج قيزته أو لفظ تنه ونيته لا تفيدو نيته وجي فايدة نادا يعني يتليني نا تدري بدا نيته نيت فايدة فيها وين نادا نيت تلنا ماله وفي قولين ينعقد بذلك قول قلت يا أما بما قبولك تمام لانصراف القبول إلى ما أوجبه الولي قلت يا يعني قبول دتشبال أو تشتكو ولي داية جركت المشكلة كن من تزوجان قيزة خويا فلان كسي أوا أوجب قبول دتشبال وي يعني يعني قبول وي ماله وقطع بعضهم بالأول وبعض قطعي قلت النوبة وبعضهم بالثاني قد بعض قلت قطعي دبا ماله ولو قال الزوج زوجني بنتك قال زوج ببيجا زوجني بنتك بزوجنا المن قيزاقو إلى آخره زوجني بنتك فلانتها إلى آخره يعني فلانتها بمالي أو تمام فقال الولي زوجتك متى زوجا إلى آخره أو جاء أحياء باشي بيجا أو قال الولي يا ولي بيجا تزوجها أو قال الولي تزوجها بنت أي بنتي تزوجها أي بنتي إجا بزوجنا قيزام يعني قيزام الله بزوجها إلى آخره فقال الزوج تزوجت أزوج برا أوجي إلى آخره بجا صح النكاح في المسألة تزوج بنتي فلانة بجا أوجي بمهر كذا أوجي تزوجت أو إلى آخر تزوجت بنتك فلانة بمهر كذا صح النكاح ظاني شوية يعني أبا تزوجتو بريها تزوج إيجابية بمستقبل كتينا نوصل نعم ليه؟ فرقة بيو إيه بري جاب شيء أبي أقول من الشيء ده إيه أول زوجتك صادجة بزوجتك أوجي بفلانة أو تمام بك أوجي بقبلتو صادق قبلتو لم ينعقد يعني أو شو نا أو شو إذا ولو قال زوج زوجني تمام بزوجني ميركو قوم بزوجي بنتك تمام زوجني بنتك فلانة أو تمام فقال وليجي قو زوجتك فلانة أو تمام أويجي قو متزوجا هي نقول أتزوجي متزوجا بجا تمام وكي كوبي فلان مالي بفروش من أويجي قو من فروتة تبع قاسي أو قال الولي يا ولي أو هاكو وتزوج زواجا
فلان قيزة مرة زواجها برا قبول كي تمام زواج زوجاتنا برا قبول كي فقال الزوج ملك يقول تزوجت من زواج بقيدة فلان كاس فلان مراوئة من قبول كي صح النكاح في المسألة يعني أما فهم كده فرقة فيا وأنا أول أول زوجني أضديها تزوجها نظرهم سري مسألة له إنما يسعد زوجتك أنكحتك أو صا أو جبه تزوجت نكحت فرقة فيا وأبي باشين جفت شيء هذه عبارة شرفرة بشير على خطرتنا ولو قال الزوج زوجني بنتك فلانة زوجني بنتك فلانة أمري بك أو جبيجة باللفظ ماضي بيجة زوجتك بنتي فلانة بيجة تمام ويا ولي بني زوجني أبيا لفظي كي مقدمة لفظي خاطبة مقدمة لفظي زوجين مقدمة لسان لفظي تشيل لسان لفظي تمام لفظي اوكي مثل لفظي دايني يعني تمام وبدا دبي بزوجينا من دبي بزوجينا ابي من الزوج انت متزوجا تمام ابي تيش ويا اجا ترسنا ابي عول زوجي قلت اجا ولي ببيت تمام ولي ببيت جميلك ربجا تزوجها زواجها بقيدة من فلان كسرة زواجها بيرا قبولك ومريج يقول تزوجت ومشي زواجها بيرا قبولك صح النكاح في المسألة شو لفظي ولي مقدم شو لفظي زوجية مقدم به شمكي هدو ويمي هدونا وباللفظي قبولي بلفظي ماضية يبتدي تدبر بله صح النكاح في المسألتين بما ذكر بفي تشتكي مقول شما لوجود الاستدعاء الجازم الدال على الرضاء جبوي هبونا ادعاء كرنا قطعي كدلال سر رضائك يعني لوجود الاستدعاء الجازم على الرضا تمام او الطلبات والدلالات لسر رضائك تدعي يعني كوش طلب زوجين طلب زوجين انا صح تمام طرف هدي هذا او بيك بي دبي من بزوجين ادم تزوجان بيك نظام نظام رب زوج او زوج تمام وفي نظير ذلك من البيع خلاف يعني كلمة كده تنا كلمة زوجني ده دفدا بخو او تنا قبول تنا دا ولي دجي تزوجها في نكاح وقبولك او ناظم مداته ناظم مدات مالي اما طبيعي او يجي او رضاية نكاح وقبولك او رضاية الدنيفاذة كان بلى وفي نظير ذلك من البيع خلافا تقدم ده نظير بياضا ده بعض بيع هذا خلافك يبو كن قد قبول دبان قد هو نابه در باسبو لانه قد يذكر فيه لاستنابة الرغبة فكي شما دبيع دا نابه مالي يعني كحتا بيجا دي مالهم بالسينة يمتته مالي أبيا في قطلاني كا يعني كاجا كاس السينة ناس معنوي أول لأنه قد يذكر فيه لاستنابة الرغبة جبوي يعني بيانا دي مالي دا مشتري هنا تنن بلكي يتوي أول مالي بخلاف النكاح نوصل لخطره يعني نكاح تركية تشتكي مثلا وصاب بيجا نابه كبيجا وجري فتلة إذا هي ترغيبا كان نكاحين نابك مالي على أنه حكي فيه الخلاف أيضا بياض أجي خلافاتية يعني النكاح ده خلاف اختلاف هي يعني هنقا قوتية تبقى قوتية ناب مالي ولا يصح تعليقه أي النكاح يعني من قصة إبدات أما حتى سلم هي يعني حتى صالكي حتى تصالة فلان يعني وصا وكا أبا أكبنا شو بيجي جلا يعني مؤقت يجي نابا كأنه يقول أو بيجي إذا جاء رأس السنة
فقد زوجته يا كسري صالي ولا إذا قيزة قلت نكاح بكم سر راس الشاري يا راس السنة. رأس الشاري كسري ما ولا إذا قيزة قلت معكم إذا نعم صنم إذا جاء راس الشاري فقد زوجتك. كسري ما هي ولا من تزوجا لقيت أخو. نابه إلى آخره كالبيعي وكبيعي يعني تعليق تدا نابه وأولى منه أولى تريجي اللي اختصاصي بيو أبيج أولى تريجي بيعي كنت بيعي ده نبات دفردا أولى تريد نهانا البيعي وأولى منه بيعي ده أولى لأن بيعيش ما تبدأش نام شما الاختصاصي بوجه الاحتياط نكاح ده خاص بوجه احتياطي. أنا ولو بشر بولد فقال لجليسه إن كان أنسا فقد زوجتكها اگر مزگینا صبی کی جرا وره ابي قرونشتينا رتبه اگر کو قيس به مولتا نکاح کر الى اخره وفقبل او قال ابيش قبول كر او قال له ان كان بنتي طلقته اگر قيزا من كهاتبه برداني قال له ان كانت بنتي طلقت طلقت هاتبه برداني او مات زوجها يا ميري وببره واعتدت وعدي خوشي بكشينه فقد زوجتكها من ولتا نكاح فقبل اوجي ويجي قبول كر ويميري قبول كر وبان الامر كما قدر وامر هاوي كوفيا تقدير كل وعين يعني مثلا ويا بردا يا ميري ويمر وعدي قشانه وان البنت اذنت لابيها في تزويجها يعني تشنكي اجنبيه يعني و کچکیجی ازنا بابی خدا زواج خدا به باب نکاره وی به اجناوی وی نکاره طبعا فالمذهب دي بطلانه شنكي تعليق تدايا فبطلانه أي نكاحي نكاح بطالة لفساد الصيغة بالتعليق صيغة نكاحي إجابة وقبول جبركو بالتعليق أجر نعم والطريق الثاني قولة الديا في صحته وجهان للصحة ودا دو وجهان من القولين في صحته وجهان من القولين حتى بالتعليق إلى دو وجهان أو جي بقوله في من باع مال موظفه أو زوج أمته ظنا حياته فبان ميتا حين البيع أو التزويج ما لازم في صحته وجهان قلت دو وجهان من القولين جد قول الإمام الشافعي في من باع ماله أو أين وقع بيكم بفروش مال يقول في من باع مال مورثه مال يعني يكي كوي كريا ورثه يقول نوصل يكي كوي كريا ورثه يقول يكي كو أبي مربي موارثه مال بابي خود فروشه مال بابي خود فروشه أو زوج أمته أو زوج أمته ياجي جارية خود زوجينه ظانا حياته لا أو زوج أمته مورثه أبوه مثلا أويد زوجينه ظانا حياته يعني تخمين دكاكو فاي يعني بابي من حياته نفسه بابي تخمينه كل حياته صار أو يشترى بيبري دبيعيد أقولكي وأجر مثلا مريك نزل بابي مريه ولو بقشمري بيجي بتشنا بيجي مراب بالي بابي هو بفروشه وباشي دركت بابي مريه أو مال دمكي بورثتي يشتوي وياخذ تخمين كيف بابي صار تيناكي دبي جاريه بابي خو من نكاح كل تا مثلا بيجي يكي راه بيجي يودوش خو بابي مساغ نكاح نابه يعني مسا ويا ويد بيجي فقط حقيقة بابي مريه تمام أبدي دوري ميدا شوايا فبانا ميتان وبيان بو كفاي ظاهر بو كبابي مري بيه حين البيع وقت البيع او التزويجيه او جاريه او كريه اجا هينغا تقول يا دبا اذا هي دبا النكاح اذا دبا نابا دبا اختلاف مالين وفرق الاول امي اول فرقيه بينهما اول ودبا نابا دبا النكاح اذا نابا دمال دبا بجزم الصيغة هناك يعني الصيغة جرى قطعية
يعني النكاح ده صيغة قطعية هي كو تبقي نزالة بامرية نمرية تعليق نالا تعليق تدا هبه نابه ده ابي كدر باس بو تعليق تدا هبه ازولان يعني ابيا و ابي جور النجهه بنا وصل بجنه تبكي أو قال له إن نعم. كانت بنتي أوا لفساد الصيغة بالتعليق والطريق الثاني في صحتي وجاني أو يجي من الشكي من القولين في من باع مالا أو زوج أمته ظانا حياته فبان ميتا حين البيع والتزويج أو يدبي نكاح دان بيعيدا دبي أما النكاح دا قول تدهنا إجا هنگا دبي هنگا نابا وفرق الأول بين بيع النكاح دا بينهما بيع النكاح دا بجزم الصيغة هناك دبي أو كده النكاح دا قال صيغة قطعي يعني تعليق تنبه تنتي ماله ولا يصح توقيته ما قلت تعليق تنا جاء توقيت جتنا كأن ينكح إلى شاري حتى ماكي ما بيجي مقيسة فضل نكاح إيرانية أني أو القولي هن كاتبة طبعا أو إلى قدوم زيد من قانينا بنكاح إيرانية متى نكاحها إيرانية بل أبا القولي مذهب كيف مذهب الشيعة بل أو إلى قدوم زيد يعني حتاكو زيد ولا ملتمع عركه شما للنهي عن نكاح المتعة يعني ملتمع عركه حتاكو زيد ولا زيد هات نكاح وقتية بل هبية بين نكاح هبية إجا أو دبين دوامة ومسألة السنة تجي دبين نا بيغمر نهي كي يجي لنهي يعني أو هذا شيء كتب فقه دا تخمينا متع نكاحي شيبية شنبية توقيت نكاح توقيت نكاحي متع نكاحي فلان متع نكاحي توقيت نكاحية شيبية نبية شيبية فقط نسخوي شيبية باشنية الباشرية بدون عندي لنهي عن نكاح المتعة في حديث الصحيحين يعني حديث الصحيحين هذا كن متع نكاحي هابية دبن بيغمبر نهي كريه وهو أو شيء يجي وهو المؤقت نكاح المتعة أو مؤقتا سمي بذلك شمال الكوتين متعة لأن الغرض منه مجرد التمتع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح يعني مقصود جاب فائدة ببينا جاب استفادة بكن نكو الصبي جوان شيء ببا وبهبرا عمر بوي درباس بكن ونسلكي بيوان كبا المقصود يعني بأولين يعني عائلتي مالكي صبي شيء بكن تمام غياوننا غياوان جبيات شيء غياوان جيب كيف ضربات كان هبيجي لما نابي نكاح المتعة ولا يصح نكاح الشغار أبي الباحة فيها درسة نكاح الشغار أو جنابه للنهي عنه جبوا نهي كنا جيت في حديث صحيحين ده حديث الصحيحين هذا أو شيء أم نكاح الشغار وهو زوجتكها أي بنتي مقيزة قلت معك على أن تزوجني بنتك وبدع كل واحدة منهما صداق الآخر من قيزة قلت معك تجي قارشي الغوي ده تجي قيزة قل من معربكي وهريكي معرب مصر ويجي دانا آده بدبردا يعني بديلي كنت فيشن يا بديلي بديلي كنا يعني صدق يعني كن صداقة هردية بيجكو تمتعته يعني تمتعته بقيزة من صداقة صداقة من قيزة من تمتعة أجي بقيزة تمتع بكم يعني تمام işte yani معنا مثلا يكي دانا آدنا عيني ya دانا آدنين التمتع بالسيدة يعني الظالم بضع يعني وبضع كل واحدة منهما صداق له تمام فيقبل ذلك أوجه قبول ذلك تمام كان يقول تزوجت بنتك وزوجتك بنتي على ما ذكرت مقيزة قلت معركة ومقيزة تجي لخو معركة لسر شرطك وتقوتي وكي كتقوت
تزوجت بنتك وابج من زواج قيدة قبول كر وزوجتك بنتي من قيدة خل تزوجا على ما ذكرت يعني بضعة آمن مهرة بضعة. تمام. وهذا التفسير مأخوذ من آخر الحديث. أبي حديثه أبي تفسير هاني تيجرتنج باشيا حديثة المحتمل أما احتمال دخوزه لأن يكون من تفسير النبي وأبيا تفسير پیغمبر عليه السلام أو چيه سيدات شوان محتملا من تفسير النبي وأن يكون من تفسير ابن عمر الراوي. يعني قلت تزوجتك بنتي وبدع كل واحد من صداق الآخر أبي معنى هاني يعني زين معناه كتبه على أن بضعة بنتي مهر بضعة بنتها أو بنتها تجي مهر بضعة بنتها من اليانيكا دبك تفسيرها پیغمبر به ودبك تفسيرها ابن عمر به الراوي كريواتا حديثي ماله فيرجع إليه ماله ترجع كمية بالأصلي يعني دبك أو پیغمبر بيش بأوي بش ماله فيرجع إليه عندي رجوعت كم بالوي شو يعني ابن عمر قلت فقط قلتنا ابن عمر او لسر قلتنا پیغمبر قلت يعني قلتنا پیغمبر بتشتر ماله اجا ابن عمر بيان ماله. والمعنى في البطلان التشريك في البضع والمعنى في البطلان اذا شو معناه التشريك في البضع يعني كو ام ده بضعي ده تكن شركاية شكل بضعات كي خارجية بضعة يكي مهرة يكي آدنة حيث جعل موضع النكاح وصداق الآخر مورد النكاح وصداق الأخرى حيث جعل مورد النكاح وصداق يعني جعل البدع موضع النكاح وصداق الآخر يعني ده هم جي نكاحوي هم بس صداقة ايدني ابو بربيانا با نفس أظن يعني بس دي قراندن بضع مورد النكاح وصداقة يعني سبب ورود النكاح بضعة والصداقة الأخرى بس صداقة أدج إيه ده تشتلو ما با مالي وقيل التعليق هيك قلتي السبب يقول أو تعليقه سبب النبوني والمعنى في البطلان التشريك وقيل التعليق وقيل الخلو عن المهر مهرتنا ولذلك سمي شغارا نابي بالشغارة من قولهم شغر البلد عن السلطان شغر البلد عن السلطان إذا خلع عنه يا وقتك بي السلطان ممينة أن يجي في محريجي نكاح الشغار يعني نكاح بمهر بمهر بلى فإن لم يجد البضع صداقا فإن لم يجعل البضع صداقا أقل لك صداقا شو بأن سكت عن ذلك يعني أنا تديق قيزي خود بلغة بديل يتكن نبي أزيك كيف تجي كيف دي من أما نكو دانا وان دكن مهنة مصر آدني أوصلك فلا ساعة الصحة دبا هناك المهر يعني دبا أو دبا تشكينا با في النكاحين هردو نكاح عادش يعني إذا قيزام ده تيجي قيزام متشش آتراني تيجي أمر بيني دبا في النكاح شما لانتفاء التشريك المذكوري أوي يعني شركاتيا كما يعني وي بضعيه هم دبو مورد نكاحي هم دبو صداقة أبادني أو تشريك دتنا بضعة يكي مهر يكي ويوين مالا ولكل واحدة مهر المثل جاي لك شو مهر المثل هي والثاني بطلانهما قلت أوجب بطال دبن شمالي وجود تعليقي ده تعليق ذكر هي دبي أزبدن بالشرط كتجب دي أو تعليق جلتنا واعترض أبي أعطي اعتراض بأنه ليس فيه إلا شرط عقد شرط عقد في عقد يعني عقد كده يعني عقد شرط عقد ده عقد ده نكت ده
اوكي آه. والثاني ده بطلان وما شما اللي تعليق تدايا اجابتنا تعليق واعترض تقول التعليق انت اعتراضك بانه ليس في الا شرط عقد في عقد يعني كنت بازار الى كده من انكاح بك اذا اخذت انكاح بازار كده بازار كده باقي شرط العقد وذلك لا يبطل في نكاح ده بازار ده يعني بازار ده بطال بيد نكاح ده نبطل وذلك عقد في عقدين لا يبطل النكاح بطلناك تعليق لنا بله أظن أول سنة ولا يصح النكاح إلا بحضور الشاهدين أو الدرز معناه ولو سميا مالا مع جعل البضع صداقا ولو سميا مالا أبنا مالك بلي كرم مع جعل البضع صداقا وبدعيج كل الصداق كان قيل مثلا وبدع كل واحدة و1000 صداق وبدء كل واحدة و1000 صداق الآخرين بني وبدع كل واحدة و1000 صداق الآخرين يعني هم 1000 دينار وهم جي بضع ريال دبا صداق آدني أو بيجن بطل ديسا بطل شما بطل النكاح كل منهما أبا هذا بطل دبا في الأصعد قول أصعد لوجود التشريك المذكوري أو ما هو هم البدع مولد نكاحية هم جي صداقة أبادنا دت تشتن نابع يعني أورتاقي ده يا ماله والثاني يصح قول الدي قودة درسته لأنه لم يخل عن المهري لم يخل عن المهري يعني دي صار مهر هي صد أو حزار دينار تقول شغال أبي مهر وابدا مهر نمرضى مهر هي بله أصابكم الله خيرا كثيرا أمانة خدا بخاطرها